إزاي تسمح لحد إنه يقول لك إن أنت لو ذاكرت عدد ساعات معيّنة أو أقل عدد ساعات فأنت كده you are فاشل. بس بُص لي كده بس كده يا أبو سيد معلش هو أنت موظف وأنا ما أعرفش؟ يعني أنت كده you are موظف الموظف المثالي. بُص أنت تعمل بقى حاجة جميلة جدًا، حُط يا باشا في الأوضة بتاعتك بصمة حضور وانصراف، يا بابا أنا حضرت، يا ماما أنا انصرفت، فأنت كده تاخد جايزة الموظف المثالي، إن أنت تذاكر 8 أو 9 ساعات معيّنة يا أبو سيد. طيب تعالَ نرجع بقى نتكلم جد دلوقتي. أولًا كده أنا لمّا باجي أنصحك أمّا نصحت الحاجة دي أنا بارفع الفيديو ده والحمد لله أنا كُلّي ثقة وغرور. لماذا؟ لأن أنا عملت الحتة دي قبل كده في ثانوية عامة وذاكرت آخر 3 أسابيع والحمد لله جبت حاجة و90% بجد والله من غير أي حبشكنات. وفي تمهيد الماجستير الحمد لله ما كنتش باذاكر خالص أقسم بالله وما كان ولا غشيت بجنيه، عارف يعني إيه بجنيه؟ وطالع رابع على 500 بني آدم بتقدير امتياز. يعني الحمد لله لمّا باجي أنصحك الحمد لله أنا قد النصيحة. طيب بُص بقى يا سيدي، أولًا كده اللي رفع الفيديو ده هو سبب أذى نفسي رهيب جدًا، جدًا، جدًا لطلبة ثانوية عامة، معظم طلبة ثانوية عامة، لأن إحنا عارفين إن معظم طلبة ثانوية عامة هم شغالين، وهم لمّا تيجي تقول له ذاكر 8 أو 9 ساعات أو أقل من عدد الساعات دي فأنت فاشل، فإذًا already هو مش لاقي وقت، هيلاقي وقت منين؟ هو مش عارف يصرف على نفسه ولا عارف يذاكر فأنت جيت بوّظت له الدنيا. تاني حاجة أنت جيت مش عارف يعني عشان تركب ترند فأنت بوّظت الدنيا، ده بجد مش هزار والله العظيم، أنت عشان تركب ترند نيّلت الدنيا ده حقيقي، ده حقيقي خلّينا كده عفويين يا أبو سيد. حاجة كمان أنت وصلت مرحلة لطالب ثانوية عامة إنه عايز يوصل لمرحلة الperfectionism. الperfectionism دي معناها المثالية، وهنا ينتج حاجة قالها حد حكيم جميل جدًا قال لك إيه، إن المذاكرة فن مش عنّ، وعلّمني 1000 ساعة إزاي أذاكر ومش هي وهي قُل لي 1 ساعة بس اللي أذاكرها تمام. أنا كنت باذاكر بنظرية جميلة جدًا مش عُك وربّك يفُك لأ، نظرية جميلة جدًا، كنت باعمل شُك لدماغي، إن أنا كنت باذاكر الحاجة قبل ما أذاكرها، أحل الأول، أحل غلط بعد كده أذاكر الحاجة دي، أشتغل أسئلة كتير جدًا، 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 وبعد كده أذاكر. بدل ما حضرتك أو حضرتك ترفع الفيديو وتحبط طلبة ثانوية عامة، طب ليه ما نحفّزهمش؟ اتعلم ياض من جينو يالا، اتعلموا من جينو يا جدعان. يعني أنا الفترة دي إن شاء الله يوم 10، 12 في امتحان على ربع المنهج لطلبة ثانوية عامة، واللي مش شرط تقفّل، أنا باقول لك مش شرط تقفّل تمام. اللي هيقفّل أو هيجيب درجة كويسة الأول هياخد سبيكة دهب، بعد كده موبايلات وفلوس وإيربودز ساعات وسماعات واشتراكات مجانية، أقسم بالله ده بجد مش هزار. وطبعًا أنتم حفظتوا الرقم، يعني أنت لو حابب تبقى معانا أو حابب تبقى تشوف تفاصيل 010 70 71 72 11 أو 010 70 71 72 12. شُفت؟ يعني أنا بس باقول لك كده مش باقول كده عشان حاجة، والله أنا باقول بس عشان دي طريقة التحفيز، فالطالب عايز كده. أنا لمّا دخلنا كنت الأول بابتدي أشتم طلبة ثانوية عامة: أنت ما بتذاكرش ليه؟ أنت ما بتعملش ليه؟ مش عارف إيه، أنت مش قد المسؤولية اتضح ليّا إن الجيل اللي طالع ده بجد العيال دي يعني بتعمل حاجات إحنا ما كناش بنعملها، منها إن هم حتة الشغل، يعني إن طالب ينزل يشتغل أو يصرف على نفسه أو يتعلم مهارة جديدة على النت أو يدوّر على حاجة عشان يتعلم مهارة جديدة بجانب المذاكرة بتاعته، فدي حاجة في حد ذاتها تنحني له كده وترفع له القبعة يا باشا وتقول له شكرًا يا باشا إن أنت بتذاكر وطالع عينك وشغال كمان، فأنت تيجي تقول لي: "أنت ما بتذاكرش فأنت فاشل."